في مشهد بلطجي درامي خبيث حقير قذر صحي القرية تابعة لمركز بنها القليوبية على الفيديو ده. علشان الفيديو ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويحصل بلبلة كتير على الفيديو والناس تخش تهاجم في التعليقات وتقول لك ادي الدراما يا عم، البلطجة اللي بتقدمها الدراما في رمضان وغير رمضان بتوصلنا للمشاهد دي. في ذكرى المشهد الدرامي الحقير اللي عمله الفنان راعي البلطجة في مصر اللي بيقلع علينا دايما في كل مسلسلاته، مشهد ما كناش نحب نشوفه حتى لو الواد كان غلطان، لأن بالبلدي كده إحنا مش عايشين في غابة، إحنا عايشين في دولة قانون. القصة باختصار، ولد بيحب بنت وراح اتقدم لها أكتر من مرة وأهلها كانوا بيرفضوا، فقرر هو والبنت يضغطوا على أهلها وياخدوا بعضهم ويهربوا كورقة ضغط عشان أهلها يوافقوا على الجواز. ولما البنت اختفت وما ظهرتش، أبو البنت وأهلها راحوا لأبو الولد وقالوا له ابنك خاطف بنتنا، عشان يرد أبو الولد ويقول يا جماعة ابني عنده أخته أصلا قاعد، هيخطب بنتكم ليه؟ فقالوا له عشان ابنك ماشي مع بنتنا وبيحبها وعايز يتقدم لها واحنا رافضينه. فابو الولد يتصل على بنته ويقول لها اخوكي عندك، قالت له اه يا بابا لسه جاي هو وبنتي معاه وقاعدين عندي دلوقتي، علشان ابو البنت ياخد التليفون ويكلم الولد ويقول له ارجع وانا موافق على الجوازه، بس ارجع بالبنت دلوقتي، علشان الولد فعلا يصدق الكلام ويفرح ويجيب البنت ويرجع على بيت ابوه ويقابل ابوها على اساس ان هم خلاص وافقوا على الجوازه. فيفاجئ ان اول ما يقعدوا الاب يقول لبنته انت كنت فين؟ قالت له يا بابا انا بحب اسلام وما بحبش خطيبي اللي انا مخطوبه له دلوقتي ونفسي اتجوزه، وعملت كده مع اسلام وهربت عشان خاطر تبقى ورقه ضغط ليك توافق على الجوازه. في اللحظه اللي المفروض كله مستني فيها ان الاب يقول خلاص يا بنتي ربنا يبارك لكم وانا موافق على الجوازه، اتفاجئوا ان في 15 شخص داخلين بسلاح ابيض على البيت، خدوا الواد من قفاه وخدوا البنت وخرجوا في مشهد درامي بلطجي رهيب. وطبعا اللي انا بحكيه ده مش كلامي، اسمعوا هم الفيديو. جم الاول الصبح وقالوا عايزين اسلام، عايزين اسلام، فعايزين ليه؟ قالوا عشان هو عطلنا وما كانش شغال معايا، هو بيقعد يوم من الشغل بتاعه بيشتغل يوم عشان يجيب مصاريفه، وبس مش عارف طبعا هو باتنين يجيب مصاريفه. فطبعا ايه؟ قلت لهم اسلام قالوا معطلنا كده النهارده الساعه 3 وانا عايزين. وبعدين انا ابوه قال لي صراحه يا عم الحاج، قلت له ايه؟ قال لي اسلام خرج من ده مشي. خرج بنتك؟ قال له اه. انت منين يا عم حاج؟ انا من اليتيم، انا من اليتيم، بس قاعد في البلد هنا بقى ساكن في البلد بقى 25 سنه ساكن في البلد. قلت له طب ماشي. قلت له وقت اسلام عند اخته، قال طب انا عايز تجيبه لي، عايز تجيب لي اسلام. فاتصلت على اخته ايمان متجوزه موجود بنتي، وراشد متجوزه في قلب الحمام. فاتصلت عليهم الاثنين، قال ايمان قالت لي يابا اسلام عندي وجاب بنتي معاه. لسه جاي دلوقتي. لسه جاب. قلت له طيب هات البنت وتعالى يا ايمان. جابت البنت وجت، هو الراجل ابوها كلم اسلام، قال له يا اسلام هات بنتي تعالى عشان انا هجوزك بنتي، انا هجوزها لك، اذا ما تحبها وهي ماشيه معاك هجوزها لك. ودخل بالولد وجه خده واحنا قاعدين، قال له خدتها ليه؟ ايه اللي خلاها تاخد بنتي؟ لسه ما كملش كلامه، قال له هي اللي مشيت ورايا. قال هي مشيت ورايا، هي اللي مشيت معايا، هي مشيت معايا، لسه ما خلصت كلام راح شده. بحب خطيبي انا مش بكرهه، انا عايزك انت. فقام ايه؟ قام الناس قالوا عايزك انت، قال اه طب تعالى بقى. وقام شدوا وفتحين المطاوع علينا 15 نفر. بلطجه واللي اتأدب واخد حق بالغلط محدش يحبه خالص، علشان بعد شويه يظهر الواد لابس قميص نوم وعلى جسمه علامات تعذيب وضرب واهانه وموقفينه فوق كرسي وواقفين حوالينه شويه بلطجيه ماسكين سلاح ابيض في مشهد استعراض قوه حقير محدش يحب يشوفه خالص. والمشهد اتختم بنهايته بواحد لابس جلابيه دخل على الواد كلوا قلمين من غير ما الواد يتحرك وخد بعضه ومشي. ولما دخلنا في التعليقات عشان نشوف مين الراجل ابو جلابيه ده، لان كلنا فاكرين ان ابو البنت، طلع عمده البلد كبرها، يعني عمده القريه اللي المفروض الحكومه معيناه عشان يطبق القانون، هو اللي بيساعد البلطجه انها تنتشر في القريه.
عمدة القرية اللي المفروض يلم الطرفين ويقعدهم مع بعض ويحاول يصلح بينهم، لا ده بسم الله ما شاء الله ده بيزيد الأمور بلطجة وقلة أدب وعنف. طبعا نتمنى إن الحكومة تاخد موقف سريع مع العمدة دوت، ويا ريت يتشال، لأن بصراحة واحد مش عارف يحكم بلده يقعد فيها ليه؟ نتكلم بقى بالعقل شوية. الواد غلط والبنت غلطت؟ اه طبعا. أهل البنت غلطوا في أخذ الحق بالطريقة القذرة ديت؟ اه طبعا. الولد لو سألته ترضى على اختك انها تهرب مع واحد بحجة انها بتحبه وتسيب البيت وتهرب وتضغط عليكم بالطريقة ديت؟ طبعا لا. هيقول لا حرفيا. الولد يستاهل يحصل فيه كده؟ قولا واحدا لا، لان احنا في دولة قانون، والمفروض اخذ الحق حرفة. لان بابسط الامور كان ممكن اهل البنت ياخدوا حقهم بطريقة قانونية، ده لو كان ليهم حق، ده لو كانت البنت ما راحتش بمزاجها مع الولد. زي ما قال الناس في التعليقات، كان اولى يربوا بنتهم. اهل البنت بالطريقه اللي هم خدوا حقهم او شايفين ان هم خدوا حقهم بيها كده، رفعوا راسهم ورفعوا راس بنتهم في البلد؟ قولا واحدا لا، لان بالعكس الموضوع اتقلب ضدهم، والناس كتير ضدهم، وكل اللي شاف الفيديو قعد يشتم فيهم. اللي عايش في القريه هيفهم اللي انا بقوله كويس قوي. دبة النمله في القريه بتتعرف. يعني من الاخر اكيد كل القريه عارفه الحدوته من اولها لاخرها. يعني من الاخر مش هتعرف تضحك على الناس وتقول مبرر للغلط اللي انت عملته. اهل البنت بعد اللي عملوه ده، هل سمعه البنت بقت المظ؟ بالعكس. ولو كانوا اهل البنت عملوا كده وما رضوش ياخدوا حقهم بالقانون عشان ما يفضحوش بنتهم، فهم فضحوها اكتر. لان بالطبيعي انا لو عريس وراح اتقدم للبنت بعد اللي حصل ده، اكيد مش هرضى. انا رايح اتجوز ولا رايح اناسب بلطجيه قلات الادب بياخدوا حقهم كانهم عايشين في غابه. انا لو خاطبها زي ما بيقولوا انها مخطوبه، هكمل الخطوبه؟ اكيد لا. لاني بالعقل كده اكيد عرفت ان البنت بتحب الواد ومش عايزاني، هكمل ليه؟ دي نقطه. النقطه التانيه، انا اما احب اتجوز بتجوز نسب كامل، مش بتجوز بنت بس. فانا دلوقتي هتجوز واحده اهلها بلطجيه وبيعملوا كده في الشارع، هبقى انا حاسس بامان طول حياتي ازاي؟ طيب الناحيه التانيه، لو انا واحد عندي بنت والواد ده جاي يطلبها بعد اللي حصل ده، هل هوافق عليه؟ برضه قولا واحدا لا. لان بالعقل كده واحد وافق ان بنت الناس تهرب معاه او تضغط على اهلها بالطريقه دي، هآمن على بنتي معاه ازاي؟ بس انا لو هقيم مين فيهم غلطان اكتر، فاكيد اهل البنت غلطانين اكتر بالطريقه اللي خدوا حقهم بيها. حاجه حقيره جدا. بس انا طبعا مش بدافع عن الولد ولا عن البنت ولا عن اهلها، انا هنا عشان احكي لكم المشهد كامل وانتوا تقيموا بنفسكم. وطبعا نشكر وزاره الداخليه على التجاوب السريع في القبض على الاشخاص البلطجيه الموجوده، ونتمنى طبعا يقبضوا على ابو جلابيه العمده، لانه طبعا مشارك معاهم في البلطجه وقله الادب. وطبعا في الاخر ربنا ما يكتبها على حد، واتمنى لكم السلامه واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.